تمرق علي سالفة. نعم. تعرف هذه البدو وسيعة. نعم. بالنسبة للغولة. نعم. الشعلان. نعم. والبلاد تعطي. نعم. وتمحل. سنة من بعض السنين تجور على بعض الحلال. نعم. تعرف أهل السروح عزيز عليها حلالها. نعم. صليت على النبي. اللهم صل على سيدنا. عزيز عليهم الحلال، يقوم يتنحى منهم فخذ من هالرولة. نعم. ويصير سكنته نواحي سوريا. نعم. سمعت يا سيدي؟ سلمت. عندما صار بهذيك الديرة أهل الديرة كرام ويسألوا من كبر هالديرة، قالوا والله محمود بن طحان شيخ بن العين. نعم. صليت على النبي. اللهم صل على. محمود بن طحان بعد ما تراكمت العرب وكثرت، طبعا تعرف أهل الديرة سوريا جد يقولوا نازلين علينا أن عرب من هالرولة من بعد. قال لي والله هذولا عرب حشمة وعرب زينة والواجب علينا نكرمهم يا بن الريح. نعم. من عزمهم من طرش يمهم قالوا والله لا حد يركب الرجال هالخيل ويسعى عن كبير هالعرب ولا هالبيت هالحشم واصحابه حشمين. نعم. وديوان عندها كذا كالعرب. نعم. وعزم عليهم، بعد ما عزم عليهم نعم. واكرمهم قال للربع والله لو الهرج ما تنتقدوني فيه. قال له والله يا رجل ترى ضيفك نعم. سطامة بن شعلان والله ودينا جارته يهاب الريح حنا الربع. نعم. قال حياكم الله يمينكم وما تطول. نعم. نبه على عربان ديرته وعلى ربعه انه لا ناس يجور على هالربع لا بكلام. نعم. ولا يمنع عليهم مشحى ولا ماء ولا مرعى. لا حد يغثهم. اي نعم. العرب ارتاحت وضربت لها مثل ما تقول سنه. نعم. بخير وهبت ريح ومرتاحين. نعم. يوم من ذات الايام تجاملوا وتعللوا بديوانهم وبعضهم هالعرب اللي هم الرولة. قال واحد منهم يا الربع والله احنا انحشمنا عند هالرجل وطمعنا في كرامته وكيف الراي احنا بيش بدنا نكارمه. طرش للرجال وتغدى عنده ربعه. قال له يا محمود بن طحان والله اني عاجز عن المكافاه. نعم. ولذلك ما يعادل الطيب الا الولد وما عزمنا الولد، ترى اني معطيك هالبنت. نعم. قال له والله يا ابن شعلان وصلت. طبعا هذا زلمه كبير وهذه بنت، فهذا قبل العطاء بناء ان يكون سطام ابن شعلان. نعم. قال له ترى عطاك واصل. اضربوا لهم مثل ما تقول صيفيه قضيه. نعم. شتوا. ثاني سنه اجاهم الطارش قالوا البلاد بخير والرجال مبطي مو بحاجه الجيزه هو. نعم. مثل ما تقول مرتاحين. قال والله يا الربع ردونا البلاد وشوفونا الجاه. قالوا البلاد بخير. قال والله إننا راحلين ولا عند الله عند الرجال يمكن ما هو بحاجة إنه يجوز. ما عالمنا ما بادانا. نعم. والله احنا اللي علينا سويناه. نعم. اللي صار هو بحاجتنا بعدين يفرج الله. نعم. هذا العرب يا سيدي زلفت الطرش وبقي من بعض البيوت اقروا العرب اللي هم قصر اللي هم قصراهم. الشعلان قصر ابن طحان. اقروا النعيمة. اها. صليت على النبي. نعم. وكفوا كل فكرهم انه يرحلوا مثل كل مره يرحلوا ينزلوا قرب. نعم. هذا جعل رحيله على ديرته. اها. صليت على النبي. اللهم صل على سيدنا. بعد مده اللي يطرش مع تعرف الطريق العربان لما يجي والله عربان الفلان راحلين والله عربان الروان راحلين. قاموا يعلقوا على من؟ يهزرون ويقرطون هرجع على سمع محمود بن طحان. اها. منهم اللي عربان ديرته جماعته عربان ديرته ما يخافات على هالكرامه اللي قدمها لهم. نعم. قالوا يا الربع ترى ما حق يضيع وهذا من شعلان يا ناس علم ما هو غادي يا لبين الريح. قالوا يا اخوي ابن شعلان دوره. نعم. هذا كفوا من عنده وتحاسب هو وروحه. حاسب جماعته صاروا يشمتون بانه انت كرمت هالرجال وكرمت هالجماعه. شمتوا فيهم. ركبتوا علينا وفرسنا وفعسنا. نعم. فعس ديرتنا. نعم. صليت على النبي. نعم. واعطاك بنته ولا وفاء. ها؟ نعم. قالوا هذا هو اللي هو كلامه ما مضاه. تحاسب هو نفسه هاك الليله الصبح نصبح عنه والسامعين يشد له على ذلول. نعم. ويدور ما يعرف الديره هذا الرجل. انت يا محمود بن طحان ما يعرف ديرته بن شعلان. نعم. يسمع بهالخير بن شعلان. نعم. يسمع فيه وما جاء ديرته. هذا مكفي بديرته هذا مكفي بديرته الكلمه منه وما تعالموا. نعم. انما هو ذكرهم بعيد لبعض. نعم. يعطوا بعض ذكرهم بعيد. نعم. هذا ركب وطفش مع احدى القرى وتعرف ديرة الرولة واسعة. نعم. الله اعلم هو يوم يومين ثلاثة اللي هن حتى خبط يلقى له راعي يسأله يلقى له
إفداوي يسأله يلقى له كذا. نعم. كل هذول حفظهن بناء يسولف ولد حتى وصل بيت بن شلال. نعم. يوم جاء قالوا له والله هذا سطام بن شلال، هذا بيت بن شلال. بيت سطام لد على طقس العرب، ما هو الطقس رونق العرب، ما هو رونق العرب اللي هو خابر. وسطام ما هو الرجال اللي هو عنده. ما هو سطام الأول. هذا سطام ولد، هذاك زلمة سن كبير. نعم. وما طقس العرب. قضى هذاك الليلة، وثاني يوم اليوم الثالث كرمه وقام يلد بوجهه ابن شعلان والضيوف اللي شروها الحضور، الرجال المعية اللي تنتقد يلد الوجه. الرجل رجل حجن. نعم. له قصة شاعر وله قصة عطاء. نعم. وله ضيف مدمي ممكن كذا، يلد بوجه الرجل. عرف انه الرجال تلاحظ عليه وانتقدوه. نعم. قام قصد له كلمتين. سمعت؟ انت يا ابن طحان. ابن طحان. وش يقول؟ هذا ابن طحان قاعد لما شروا على قبال. شروك الطيب. قال يا قلب لا يغويك كبر الملامة. نعم. يشمت بنا من كان حاسد لوام. نعم. يا قلب لا يغويك كبر الملامة، يشمت بنا من كان حاسد لوام. لا تقصد اللي ما براسه شهامة، هذاك لو عنده مال قارون ما شام. ما شاء. لا تقصد اللي ما براسه شهامة، هذاك لو عنده مال قارون ما شام. سألتك بالله يا العيال النشامة يا سامعين الصوت من شر سطام. نعم. قالوا له ابشر يا رجل انا عند وجهك. غلط عليه سطام وانتخى عنده. نعم. سألتك بالله يا العيال النشامة يا سامعين الصوت من شر سطام. لا يا خصيته يا ربيع اليتامى، يا عزم جاله من الضد منظام. اللي خواله لابت من عمامه، من صغر سنه للمناعير زقام. جيت اتشكالك يا حفيظ السلامة عن قالت عندك خبرها من العام. جيت اتشكالك يا حفيظ السلامة عن قالت عندك خبرها من العام. البكرة الوضحى غلي مسامة راح تعرف يم ديرتها للشام. البكرة الوضحى غلي المسامة راح تعرف يم ديرتها للشام. 90 شيخ المقضوا لملام وترك علوما اللي من وراء الباب نوام. بين الزميم والحنش والوشامة وجناطرية وعدها الجبن بيدام. وسلامت. صح لسانك. صح بدنك. اي عاد عقب وش صار؟ علموا بروحه. هذا عندما سولف قصة هذه القصيدة انتخى عنده ابن شعلان. قال الربع قالوا له عند وجهك ابشر. قال لهم 4 مرديف 4 مردوفات، كل باب على الرولة تروح له ذلول وتجي تجيب مردوفة من كل نزل تجيب 2. نعم. هذول يطلبون الله وهذا قاعد بالبيت، ومن كل طرف من العرب بالرولة جابوا مردوفة 2. نعم. صليت على النبي. هم 2 جو 6. عندما طل الرجال وقال له من صاحبه ما ينكر. سلام قوها الرجال حي الله، وده يقول له هلا بسطام ثقلت عليه من محمود بن طحان. نعم. لانه دير انه ما هو سطام. نعم عارف خلص انتهت عرف. نعم. لد عليه هذا بعد الجليسه، لد عليه سطام ولا ناقش واحد، ولد عليه على الرجال قال له هذا عميل. لد عليه ولا هرج معه. قال له خصيته والله اني تطرفت نواحي الطحان سوريا، والله يا هب الريح ترى يعني معري من السلاح، والله وتسلحت بك يا طيب. نعم. وتسلحت بك. تسميت بو. نعم. اي والله واني تسلحت بك يا رجل والزينين سلاح. اي نعم. والله واكرم من هالرجل. قال له هسه قال ثرعني ما انا راجع ما انا معود. قال جيبونا البنت. جابوها على ذمة من روى واعطوها لابن طحان وقبلها ابن طحان وروحوا سلامة الحاكم.